ما أسباب زيادة السكر في الدم؟ وماذا نشعر عندما يزداد مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي؟ وكيف يمكننا معرفة إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية؟ يحتوي جسم الإنسان بشكل طبيعي على سكر أو جلوكوز في الدم، والكمية المناسبة من السكر في الدم تمد الخلايا الجسم والأعضاء بالطاقة، ولكن زيادة السكر في الدم تعد مرضًا، حيث ينتج الكبد والعضلات بعض السكر في الدم، ولكن معظمها يأتي من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي الكربوهيدرات. ومن أجل الحفاظ على المعدل الطبيعي يحتاج الجسم إلى الأنسولين. الأنسولين هو هرمون يوجه خلايا الجسم إلى امتصاص الجلوكوز وتخزينه. وإذا لم يكن هناك ما يكفي من الأنسولين أو لم يعمل الأنسولين بشكل صحيح، فإن نسبة السكر في الدم تتراكم وتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يسبب مشاكل. أسباب زيادة السكر في الدم: يمكن تؤدي الإصابة بأنواع السكري إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. الإصابة بالسكري من النوع الأول: في النوع الأول من داء السكري يهاجم الجهاز المناعي الخلايا الموجودة في البنكرياس التي تنتج الأنسولين، ونتيجة لذلك يفتقر الجسم إلى الأنسولين ويؤدي إلى زيادة السكر في الدم. فيجب على الأشخاص الذين من النوع الأول يتناول الأنسولين من خلال استخدام مضغة الأنسولين أو إبرة أو قلم الأنسولين للحفاظ على مستويات السكر في الدم داخل المعدل الطبيعي. وطبقا للجمعية السكري الأمريكية، فإن نسبة المصابين بالسكري من النوع الأول هي 5%. السكري من النوع الثاني إلى تناول الأنسولين أو الحبوب أو إجراءات تغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم. الإصابة بسكري الحمل، ومن أسباب زيادة سكر الدم الإصابة بسكري الحمل، ويحدث أثناء الحمل عندما تظهر مقاومة الأنسولين وزيادة مستويات السكر في الدم. لذلك يجب على المرأة الحامل مراقبة ذلك أثناء الحمل، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات للأم والطفل. التليف الكيسي: قد يكون هناك رابط بين مرض السكري والتليف الكيسي. الأدوية: قد يتعرض الأشخاص الذين يتناولون حاصرات بيتا وبعض المنشطات إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. ما هي أعراض زيادة السكر في الدم؟ بعد أن تعرفت على أسباب زيادة السكر في الدم، تعرف معنا عزيزي القارئ على أعراض زيادة السكر في الدم: الصداع والتعب وصعوبة في التركيز، الجوع والعطش الشديد، الشعور بالنعاس وتشوش رؤية العين، وجفاف الفم، والشعور بانتفاخ، التبول المتكرر، وبطء التئام وشفاء الجروح. وتؤدي زيادة السكر في الدم وانخفاض الأنسولين إلى ارتفاع الكيتونات، مما يسبب حالة الحماض الكيتوني السكري. يشعر بأعراض أخرى مثل ضيق في التنفس وسرعة نبضات القلب والارتباك الشديد والغثيان وغيبوبة السكر. نسبة السكر في الدم أكثر من 250 ملم،
ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم.